في مثل هذا الوقت من العام المنصرم 2022 قطر كأس العالم، صنع المغاربة تاريخهم لأول مرة ببلوغ نصف نهائي كأس العالم. نعم، اليوم أمام فرصة لإعادة نفس الإنجاز وبلوغ نصف النهائي بعون الله. المنتخب الوطني المغربي للفتيان يصنع الحدث في كأس العالم للفتيان هناك بأندونيسيا. مقطع مميز للغاية، عندنا جوج ديال المقاطع وردود الفعل سواء من الإعلام المصري وآخر من الإعلام الجزائري. طبيعة الحال تعلمون القصة والحكاية قربالة كما العادة دائما. مشاهدينا متابعينا دون أن نطيل، نبداو بمقطع من الإعلام المصري نشوفوا شنو قالوا على اللاعبين ديال المنتخب المغربي وكيف أنهم تغنوا بهم، خصوصا بطه بن غزيل الخليفة ديال بونو بعون الله في حراسة عرين الأسود. دون أن نطيل لنستمع. تبص على لعيب في نص الملعب يديك بقى النقله اللي هي عامله كده، يعني تحط ايدك على قلبك من تاني. تروح بقى تبص على طه بن جوزيل حارس مرمى منتخب المغرب في كاس عالم ناشئين 17 بطبيعة سنه. الحال طه بن غزيل قبل ما يكمل المقطع فقال لهم يعني في مباراة ديال إيران ومباراة الدور 16، قال لهم بأنه نتوما غير وصلوا لنا بيلانتيات صافي حنا رابحين. طبيعة الحال هذا ما كان، يعني ذاك ما كان المنتخب المغربي تمكن من أنه يوصل لضربات الترجيح وتصدى طه بن غزيل لركلتي جزاء وبالتالي التأهل لدور الربع النهائي لمواجهة منتخب مالي. نكمل المقطع مشاهدين. وهو بيقول للعيبه في الاضافي في الماتش وصلونا لركلات الترجيح وملكوش دعوه، ملكوش دعوه. تلاقي بطبيعة الحال بأن المنتخب المغربي للفتيان هو مشروع، جميع اللاعبين جميع المراكز هما مشروع المنتخب المغربي الأول بعون الله. يعني في قادم المناسبات نتكلم عن مونديال 2026، نتكلم عن يعني مناسبات أفريقيا قادمة بعون الله، فهؤلاء اللاعبين يعني يكتسبون تجارب، وخصوصا أنك تلعب في كأس العالم للفتيان فهي تجربة وأفضل تجربة. ولنا في المنتخب الأولمبي خير مثال، عدة لاعبين خاضوا كأس أفريقيا المؤهلة للأولمبياد مع المنتخب المغربي الأولمبي، وفي المناسبة الأخيرة شاهدناهم مع المنتخب المغربي الأول. يعني هذا خير دليل. أما الآن مشاهدينا متابعينا غنمر بكم المقطع الثاني اللي معنا من الإعلام الجزائري الذي ما زال بكاؤه يسمع. طبيعة الحال كلما كان هناك إنجاز للمنتخب المغربي في أي في أي رياضة توقعوا موجة من يعني البكاء ومن الشكوى من إعلام الجزائري. دون أن نطيل نستمع لما قاله هذا المحلل، ولنا تحليل طبيعة الحال في تحليله. على بالو بينا نسوفريو مشاكل، مدربين يخدموا باطل، ليكيبمون ما كاش، الناس يدير واش تحب. معليش يا خويا ماهوش مشكل، حنا واش حبت الدوله تاعنا حنا نمشوا معاها. احنا ما قلنا والو، انتم سمعتوا يعني شنو قال، بان يعني حنا راه من الدوله ديالنا هذا الشيء اللي كاين، الشيء اللي عطا الله، ولكن الكلام ديالو فيه تناقض كبير. نكملوا غادي تشوفوا الفرق في الكلام ديالو. سي بون لي تيران كاين، لي تيران كاين في الجزائر كاين، الله يبان لي ستاد عالميه. لو حنا نديرو كوب دي موند، نجمو نديرو كوب دي موند. ما تحاولش تبين واحد الصوره اللي ما عندكش واللي ما كتكتسبهاش للاسف. نكملوا مشاهدينا المقطع ونشوفوا شنو قال من وراها. ولعبنا مع الصومال. هما الصومال ماشي دولة، الصومال راه فرقة وراه دولة وراه يعني المستوى ديالكم راه هو هذاك. الصومال، نيجر، ليبيا، يعني راه هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطا الله. قال لك كاس العالم يا ودي الله يديك هنا كاس العالم، راه كاس الملف ديال كاس افريقيا 2025 وانسحبتوا منه قبل الاعلان، يعني علما منكم بانكم غير مؤهلين للمنافسة على مثل هذه التظاهرات. يعني كاس العالم خليها بار، يعني مازال ما وصلتوش لديك القضية انكم تناقشوا تنظيم ديال كاس العالم، ملاعب عالميه. حتى فينا هي هاد الملاعب العالميه. مشاهدينا متابعينا بهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. رجاء ما تنساوش دعم القناه، جيم بارطاج علاش لا، واشترك في القناه باش توصل باي جديد حول الكره المغربيه. السلام عليكم.